انا في الوقت ده انا كنت بقدم استقالتي، وانا سبحان الله انا كنت حاسس ان انا لازم اعمل كده، ولكن كان من جوايا وجع ومتردد. مش هقول متردد قد ما ان كان من جوايا وجع، ان انا كنت حاسس ان انا بسيب حاجه كبيره من كتر ما كل اللي حواليا بيفخموا في الحدث، يعني او بيقولوا لي ان انت هتسيب حاجه كبيره قوي ما ينفعش تسيبها. اكبر ثواب تاخده هو ان انت تجبر بخاطر حد، ولو بكلمه طيبه. كلمه طيبه تعيش جواه، تغير له حياته. اوعى تبخل على اي حد بكلمه طيبه تشجعه بيها ان هو يكمل مشروعه. قدر يخطي خطوات في شغله لقدام ويكمل حياته، انت كده يعني اخدت ثواب كبير قوي بالكلمه الحلوه الصغيره اللي انت ما انتش مقدر. خلينا نتكلم عن مثل حلو قوي عن الكلمه الطيبه واثرها في حياه شخص كلنا عارفين. والت ديزني، الاب الروحي لشخصيه ميكي ماوس. والت ديزني ابتدى وهو بيشتغل في مجله. قرروا ان هم يرفضوه لان هو شافوا ان هو ما عندوش ولا رؤيه ولا تخيل ولا بيعرف يرسم حتى. مشي من المجله اللي كان فيها، ولكن كان في صوت واحد هو اللي بيشجعه، هو واحد من زمايله اللي كان مؤمن بيه. قال له انت طريقتك في سرد القصص حلوه جدا، وطريقتك جميله جدا، فلازم تكمل واوعى تستسلم. من هنا الكلمه دي اثرت فيه جدا، وبقى هو والت ديزني الاب الروحي لشخصيه ميكي ماوس اللي كلنا بنحبها. ولو ما كانتش الكلمه الطيبه دي في حياته وفي حد سنده وقت الشده، ما كانش بقى هو والت ديزني وما كناش شفنا ميكي ماوس اصلا. شخصيه تانية جميله، المخرج الرائع السوري مصطفى العقاد. الراجل اللي اخرج لنا فيلم عمر المختار وفيلم رسالة، افلام ولا اروع، اخدت جوائز عالمية. الراجل ده ساب بلده وسافر امريكا علشان يدرس اخراج ويكون مخرج ناجح. ظروف كتيرة حصلت واحداث كتيرة حصلت، مر باحباطات وفشل، لدرجة ان هو خلاص قرر ان هو لازم هيرجع بلده. كلم والده وبعت له وقال له انا خلاص راجع بلدي. والده رد عليه بكلمة بسيطة جدا، قال له ما ترجعش الا لما تكون عملت اللي عليك للاخر، عشان يوم لما ترجع ما تقولش يا ريتني كنت عملت وعملت. سبحان الله، الكلمة دي كانت زي ما تكون حاجة تطبطب عليه وتقول له كمل. فكمل وبقى هو مصطفى العقاد، مخرج فيلم الرسالة الرائع اللي أخد جوائز عالمية كتير، ومخرج فيلم عمر المختار الجميل. سبحان الله على الكلمة الطيبة، قد إيه بتغير في الناس، وقد إيه بتكون محتاجها من أقرب الناس ليك لما تكون في محنة. بتفرق كتير معاك وبتفضل فاكرها لباقي عمرك. ونقطة التحول اللي بتحصل في حياتك بتفضل دايما فاكر بعد توفيق ربنا مين كان السبب فيها، ومين اللي زقك واداك الكلمة اللي دعمتك وسندتك. بتفرق كتير قوي فينا. خد بالك دايما اعمل كده مع اولادك، مع اخواتك. كل واحد تشوف فيه حاجة قادر ينميها، قول له كلمة حلوة، قول له انت شغلك جميل قوي، يا ريت تكمل. ايه رأيك نعمل كذا وكذا، وايه رأيك نسوق منتجك في كذا وكذا وتقدر تكبر. حاول على قد ما تقدر تدي، لان في الاخر انت بتاخد ثواب وانت ما انتش حاسس. ومفيش اعلى من ثواب جبر الخاطر والكلمة الحلوة. الكلمة الطيبة فعلا بتفرق معانا كلنا كتير، وفرقت معايا انا شخصيا. في وقت من الاوقات اخدت قرار ان انا هسيب الجامعة واقدم استقالتي من كلية الطب، وهتفرغ للبيزنس بتاع والدي الله يرحمه، في وسط اعتراضات من كل اللي حواليا. ولكن انا كان من جوايا يقين ان انا خلاص حاسس ان انا ربنا راسم لي طريق انا لازم امشي فيه. لما رحت اقدم الاستقاله بتاعتي من الجامعه، حد من اساتذتي الكبار يعني، ربنا يبارك فيه، وانا بكتب استقالتي قال لي كلمه مش هنساها. قال لي ما تزعلش على السنين اللي عدت اللي انت درست فيها لطلبه في كليه الطب، وما تزعلش على السنين اللي عدت اللي انت ذاكرت فيها واجتهدت فيها لحد ما اتعينت في الكليه. كل ده بيندرج تحت بند بناء الشخصيه والخبرات اللي انت بتكتسبها، اللي هتفيدك بعد كده في شغلك ايا كان ايه هو. انا في الوقت ده انا كنت بقدم استقالتي، وانا سبحان الله انا كنت حاسس ان انا لازم اعمل كده، ولكن كان من جوايا وجع ومتردد. مش هقول متردد قد ما ان كان من جوايا وجع، ان انا كنت حاسس ان انا بسيب حاجه كبيره من كتر ما كل اللي حواليا بيفخموا في الحدث، يعني او بيقولوا لي ان انت هتسيب حاجه كبيره قوي ما ينفعش تسيبها. بس الكلمه دي سبحان الله في وقت ما انا بمضي الاستقاله جات لي كده في وقت بتاكد لك وبتطمنك ان انت ماشي كويس. يعني سبحان الله اوقات كده بيحس ان الواحد بيحس انه في رسائل كده بتجيله. فربنا يا رب يجعل اقدارنا كلها دايما للاحسن، ويرزقنا دايما الكلمه الطيبه.
وخليك دايما فاكر ان الكلمة الطيبة اللي انت مستصغرها فعلا ممكن تأثر في حياة بني آدم كتير، يفضل شايلها لك لسنين طويلة قدام، وعمره ما هينسى أبدا مين اللي وقف جنبه وقت زنقته، ولو بكلمة طيبة تسنده وقت ما هو فعلا محتاجها. كلنا في أزماتنا وفي مشاكلنا وفي أوقات القرارات المصيرية بتاعتنا بنبقى محتاجين حد جنبنا يدعمنا معنويا بكلامه الطيب، ان هو هيشجعك، هيقول لك لا ما تقلقش، انت هتأدي اداء كويس في الفتره الجايه، ما تقلقش انت شاطر وهتكمل وهتشتغل، انت شغلك كويس ما تخافش ربنا هيكرمك. كل ده كلام ممكن نقوله مش هيخسرنا حاجه، احنا بس الاوقات ممكن نستخسر نقوله للناس، ولكن هي من اروع الصدقات اللي احنا ممكن نقدمها للي حوالينا، هي الكلمه الطيبه اللي انت تدعم حد بيها، تدعمه في مشروعه، تدعمه بفكره تقولها له تنمي بيها شغله. آه ربنا يا رب يجعل الكلمة الطيبة دايما على لساننا، ويجعل أقدارنا كلها دايما للأحسن، وخليك دايما صاحب الكلمة الطيبة. أشوفكم على خير.